زي كل بنت صغيرة مفيش في دماغها حاجة غير البراءة واللعب والمدرسة. رايحة وجاية على طول يا ماما. خرجت الصبح عشان تروح مدرستها. أسماء عندها 9 سنين، يعني بنتكلم في تالتة أو رابعة ابتدائي. راحت المدرسة الصبح في محافظة سوهاج، بس البداية كانت من عند باب المدرسة لما قابلتها بتعة. بتعة قالت لها تعالي معايا يا أسماء عشان نروح لحد البيت، لأن أصلا بتعة جارة أسماء والبيت جنب البيت، فأسماء مش هيجي في بالها أي حاجة. المهم فمشيت معاها وفي دماغها إنهم هيروحوا، وفجأة وبدون أي مقدمات بتعة خدت أسماء ودخلت بيت مهجور، وفضلت تخنق فيها لحد ما روحها طلعت. المشكلة إن بتعة أصلا عندها 17 سنة، والهدف من ورا اللي عملته ده كان إنها ظروفها المادية صعبة، فخلصت على أسماء عشان تاخد حلقها تبيعه ويبقى معاها فلوس. بس السؤال المحير، إيه هي ظروف بتعة اللي عندها 17 سنة الصعبة؟ وعشان تعدل ظروفها تعمل كده مع أسماء؟